اللجنة القضائية العليا للانتخابات. مصر كلها بتستعد لأول تجربة ديمقراطية حقيقية، هننزل كلنا ننتخب فيها الأصلح في أول مجلس شعب بعد الثورة. هننتخب إزاي بقى؟ هو ده النظام الانتخابي المصري لعام 2011. مجلس الشعب فيه 498 كرسي، نصهم على الأقل عمال وفلاحين، يتقسموا على الدوائر الانتخابية في المحافظات. زمان كان النظام فردي بأغلبية مطلقة، يعني تخش دايرتك تختار 2، واحد منهم على الأقل عامل أو فلاح، واللي معاه أصوات أكتر يكسب. المرة دي النظام مختلط، التلت فردي زي زمان والتلتين قايمة حزبية، يعني هتدخل دايرتك تختار قايمة وتختار 2 من المرشحين، واحد منهم على الأقل عامل أو فلاح. طب يعني إيه قايمة؟ القايمة هي مجموعة من الأفراد أعضاء في حزب، أو ممكن مجموعة أحزاب اتفقوا يرشحوا نفسهم مع بعض ككتلة واحدة في قايمة واحدة، بشرط إن كل قايمة تحتوي على واحدة ست على الأقل، ولازم يكون في تتابع في القايمة بين العمال والفلاحين وبين الفئات. تعالوا ناخد مثال. لو انت أو انتي في محافظة فيها 6 مقاعد، زمان كانت المقاعد متقسمة على دوائر فردية بس، كل دايرة ليها مقعدين يتنافس عليها مرشحين الدايرة. يعني في المثال ده المحافظة هيكون فيها 3 دوائر فردية. دلوقتي مقاعد المحافظة متقسمة التلت دوائر فردية والتلتين دوائر قايمة، يعني في المثال ده هيبقى في مقعدين بس مخصصين للدوائر الفردية و4 مقاعد مخصصين لدايرة القايمة. يعني المحافظة هتبقى دايرة واحدة بالنسبة للفردي ودايرة واحدة بالنسبة للقايمة. فلو فرضنا ان في قايمتين بيتنافسوا على ال4 مقاعد المخصصين لدايرة القايمة، قايمة ألف وقايمة ب. لو قايمة ألف مثلا أخدت 75% من الأصوات الصحيحة وقايمة ب أخدت 25% من الأصوات، يبقى أول 3 مرشحين بترتيبهم في قايمة ألف وأول مرشح في قايمة ب هما اللي كسبوا ال4 مقاعد بتوع دايرة القايمة النسبية في المحافظة دي. وده بيزود فرص الأحزاب الجديدة إن يكون ليها تمثيل في المجلس بالتناسب مع عدد الأصوات اللي كسبتها، وده برضو بيحافظ على فرص المستقلين إنهم يرشحوا نفسهم بالنظام الفردي. وبكده النظام ده بيدي فرصة لجميع المصريين إنهم يساهموا في صنع مستقبل بلدهم.